قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة. السلام عليكم يا أمي، إني جائع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا بني، لقد أعددت لك وجبتك المفضلة. تمهل يا بني، هل غسلت يديك بالماء والصابون؟ نعم يا أمي. على بركة الله، فلتبدأ بسم الله. تمهل يا بني، لماذا أنت تمضغ الطعام بصوت عال؟ لماذا يا أمي؟ إني جائع جدا. عليك أن تجيد المضغ بحيث لا تصدر صوتا أثناء الأكل، لأنها من آداب الطعام. حسنا يا أمي، سأهتم بذلك من الآن إن شاء الله. أمي، بحمد الله تعالى قد تعلمت منك اليوم آداب تناول الطعام. وهل من الممكن أن آكل الطعام وأنت تذكريني ببقية آداب تناول الطعام؟ هذا رائع وجميل يا بني. إذا كانت المائدة مفروشة على الأرض فلسنا أن نجلس على الرجل اليسرى، وأن ننصب الرجل اليمنى، وأن نجلس على ركبنا وبطون أقدامنا مثل جلسة الصلاة. وكذلك يا بني لا نعيب أي طعام قط، وأن نأكل مما يلينا. ومن السنن إذ نسينا التسمية في أول الطعام أن نقول بسم الله أوله وآخره. وعندما نفرغ من الطعام يجب أن نقول دعاء الطعام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. أحبتي الصغار، يجب الالتزام بهذه السنن. سؤال الحلقة: ما هي آداب تناول الطعام؟ للإجابة على الأرقام التالية.